بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباح الفل عليكم. يوم جديد كده من عند فراخنا البيضة اهوت والساسو والفراخ الفيوم. تمام. ان شاء الله النهارده تبقى حلقة مهمة شوية، هنتكلم شوية وهقول لكم هعمل ايه ان شاء الله. بس قبل ما نخش في الفيديو، لو انت اول مرة بتشوف القناة عندي ما تنسيش تشتركي في القناة، وما تنسوش يا حبايبي اللايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد وعلشان الكل يستفيد. طيب احنا كنا في حلقة امبارح كنا بنتكلم ان احنا خلاص خلصنا التحصينات وطلعنا من التحصينات. في بعض الكتاكيت عندها لسه بواقي اسهال. تمام. انا دلوقتي عملت ايه؟ بدأت انضف الدرج ليهم، بدأت امسح كده فرش التحضير، ممكن هشيله وابدأ احط كمان فرش التحضير بتاع العمر الكبير. ان شاء الله ممكن بكرة كده ولا حاجة هبدأ هفرشه معاكم. ولازم اعقم البطارية الاول برضو، امسحها كده حلو قبل ما ابدا اعمل اي شيء. طيب هنرجع نقول تاني، انت اول ما بتطلعي عند الكتاكيت بتتاكدي من الفرشه، بتتاكدي من الاكل اكلوا ما اكلوش، كميه الاكل اللي انت حطيتيها قد ايه. بتبداي تتابعي وبتبداي تشوفي الوضع عندك ايه. الوضع عندي الحمد لله تمام. طيب قلنا بقى جه بقى شويه اسهالات كده بعد التحصينات. هنبدا بقى بطريقتنا ديت بقى، ممكن تاخد يومين 3 4 على حسب الحاله عندك شكلها ايه. انا الحاله عندي بسيطه جدا، فانا ممكن اشتغل معاهم يوم او يومين بالكتير. يعني اللي مش عندي اسهالات شديده. وقلت لكم قبل كده لو انت ظبطتي درجات الحراره وبداتي تظبطي درجات الحراره والفرشه والتهويه، الكتكوت تلقائيا هيتظبط لوحده والاسهال دوت هيوقف. فان شاء الله باذن الله هنبدا النهارده كده هنعمل ليهم الايه، الوصفه بتاعتنا. ايه بقى هي الوصفه بتاعت النهارده؟ بصي انت عندك كذا حل وكذا حاجه ممكن هتشتغلي بيها للطيور عندك. تمام. مبدئيا بصوا انا جبت ايه. اهوت ده نشا يا حبايبي، كيس النشا دوت ب3 جنيه اهوت، حبه حلوين اهو. تمام. كل اللي محتاجين النشا كده معانا اهو. تمام. النشا طبعا حلو جدا جدا. هحط على النشا ايه، مش هحط حاجه، يعني انا هحط نشا بس. نشا على شويه اكل عادي. طيب في ناس هتقولي انا عندي شويه اكل متضاف عليهم اعشاب، مفيش مشكله خالص حطي. مش ما عندكيش خلاص ما تحطيش، يبقى العلف هيبقى ساده خالص مع معلقه نشا كده، وهبدا اقلب لهم ايه في الاكل. هوريكم انا هعمل ايه دلوقتي اهوت يا حبايبي. وبدات كده اجيب شويه علف اهوت معايا. كل اللي هحتاج معلقه نشا. بصوا اهوت اهو، شويه على قد العلف، انا مش حاطه كتير اهو. تمام اهو. وهبدا اغلب بيه العلف، هتبصي تلاقي العلف اتحول معاكي للون الابيض على طول اهو. حطيتش اهوت، هتحطي معلقه انت كده على حسب برضو الوضع عندك. لو عندك اسهالات شديده زودي شويه في النشا. تمام. هبدا كده ان انا بقى اقدم لهم الاكل على طول اهو. بصوا مش حطيت اكل كتير برضو اهوت ليهم، شويه الاكل على قد ما هياكلوا بس اهو. تمام. طيب هنحط ايه بقى في الميه ديت؟ عندك كذا اختيار ممكن تعملي. ممكن تعملي شاي بليمون، ممكن تعملي ليهم شاي بليمون. بصوا انا معايا ايه، انا معايا فلاجيلات فورت اهوت. تمام. العلاج دوت انا كنت بستخدمه بتاع الدوره اللي فاتت. الحاجات ديت يا حبايبي بتحتفظوا بيها في التلاجة، ما تخلوهاش بره في الاوضه. اي علاج يتبقى من عندك احتفظي بيه في التلاجة. اشيل دي كده لان هما بيقعدوا يخبطوا عليها. اي علاج عندك احتفظي بيه في التلاجة، ولما تعوزيه ابدأي طلعيه علشان العلاج برضو. ما تحطيش العلاج في الأوضة بتاعة الطيور، لأن الأوضة بتاعة الطيور دي بتبقى درجات الحرارة فيها مش تمام، فممكن العلاج عندك يبوظ. أو حطيه في حتة تكون هوا، ما تحطهوش في الأوضة بتاعة الطيور، اعزليه. طيب هبدأ كده. عندك فلاجيلات فورت دوت، هاتي منه اهو. ثواني هوضح لكم كده دلوقتي اهوت يا حبايبي. بصوا اهو اسمه كده اهو، فلاجيلات فورت اهو. كنت انا جايباه معاكم من المره اللي فاتت اهو. تمام. في الشويه دول هيكفوني ان شاء الله لمده يومين كده، هبدا احط لهم منه. طيب الجرعه ازاي؟ انا هاخد غطا على رتل الميه، الغطا على رتل الميه. هوريكم برضو هعمل ايه. بصوا يا حبايبي اهو، بصوا غطا اهو، غطا على رتل الميه اهو. تمام.
بدات كده ان انا اخد غطا اهو. هبدا بقى هزود الكلام ده ميه واحط لهم يشربوا على طول. اهوت يا حبايبي بصوا بدات كده ان انا انزل بالميه اهو وانزل بالاكل اهو. المفروض ان الاكل ابدا ارفعه كده شويه. بصوا المفروض الاكل يبقى بالمستوى ده كده اهو. تمام. هبدا كده ان شاء الله هشوف لهم حاجه وهبدا هرفع الاكل. تمام. فانا ان شاء الله هبدا هشوف حاجه وهرفع لهم عليها الاكل. كل ما الكتكوت ما هيشب معاكي هيشب وهياكل معاكي هيبدا يملى لحم من منطقه الايه الصدر. تمام. طيب هعمل ايه بقى مع الفراخ الفيومي؟ هعمل زي اللي انا عملته بالظبط مع الفراخ البيضه. هبدا هحط شويه نشا برضو على الاكل، وهبدا ان انا احط برضو اي مطهر معوي عندي للفراخ الفيومي. طيب تعالوا كده اوريكم بقى انا جبت ايه للفراخ الفيومي. بصوا انا جبت لهم طاجن كده اهو. الطاجن ده كده بتاع الحمام اهو. الطاجن ده حلو جدا. هبدا احط فيه الاكل لان هما بيبعتروا الاكل طبعا. بصوا هما واقفين جعانين خالص ازاي، مخلصين اكلهم اهو. هبدا بقى ان انا ان شاء الله ايه هحط لهم في الطاجن ده. عندي الطاجن ده وعندي طاجن اكبر هوريه لكم برده. بصي عندك الصغير ده وعندك الكبير ده. تمام اهو. ده ب5 جنيه ودوت ب3 جنيه. تمام. فانا جبت ابو 5 ده وجبت ابو 3. بصوا جبت شويه طواجن هبقى اوريها لكم برده. بس هو عامه الطاجن ده بقى بيبقى حلو جدا للكتاكيت، مش بيخليهم يبعتروا الاكل. هما هيبداوا يجوا ياكلوا دلوقتي لان هما جعانين جدا. هبدا بس كده كمان هاخد الميه كده من قدامهم اهو، وهبدا هغسل السقايه. تمام. هبدا كده ان انا اغسل السقايه برضو، وهبدا احط لهم ايه العلاج اهوت. بصوا بداوا ان هما ياكلوا. هما كده بقى مش هيعرفوا يبعتروا الاكل خالص. يعني هما كده خلاص مش هيعرفوا ان هما يبعتروا الاكل، ولا حبايه اكل هتبدا ايه تنزل. ففكره الطاجن دي حلوه جدا اهوت وب5 جنيه. هما كده ايه بصوا اهو مش هيعرفوا يبعتروا. انما انا كنت بحط طبعا كانوا ايه شويه العلف دول اللي بيهدروهم احنا اولى بيهم. فاهو هتجيبي عندك كميه هاتي يعني ايه بدل الطاجن 2 تحطي واحده هنا وواحده هنا قصادهم. هيبداوا ياكلوا اهوت وبيخلصوه بياكلوا في اخر حبايه فيه. هبدا بقى ان انا يا حبايبي احط لهم العلاج، وان شاء الله باذن الله استنونا بقى في فيديو بكره. ما تهمليش في موضوع الاسهالات دي، مش عايزاكي تهملي خالص. اهم شيء ان احنا لازم نوقف الاسهالات ديت عند الكتاكيت بتاعتنا عشان خاطر ما تعملش هتبصي تلاقي الكتكوت معاكي هيبدا ان هو يضعف. هتبصي تلاقي ان هو مش عايز ياكل. فاحنا طبعا بغنى عن الكلام ده كله. تمام. فابدأي اول حاجه ظبطي الاسهالات، وبعد كده هنبدا نشتغل معاهم بطريقتنا لزياده الوزن. بقول لك كده ليه؟ لانك انت لو بداتي في زياده الوزن وفي اسهالات انت كده بتضريهم مش بتنفعيهم. هتبصي تلاقي الاسهال هيزيد عليهم. هتبصي تلاقي الكتكوت خس معاكي اكتر. فلازم نوقف الاسهال ده. دي كانت حلقه النهارده يا حبايبي. ما تنسوناش بقى في اللايك. استنونا ان شاء الله في حلقات جايه كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.